ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نجهز السحور مع بعض. شايفين الطبق اللي في ايدي ده اختراع طاسة جبنة كده رهيبة. وهنعمل الفول بكام تركة كده هتفرق معاكم جدا في الطعم. يلا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ نشوف هنعمل ايه النهارده. مبدئيا كده انا هجيب الفول زي ما هو مش هحط عليه اي حاجة غير نص كوباية مية وهرفعه على النار، ولا هحط زيت ولا هحط اي حاجة، انا عايزة اسخنه بس. وطبعا انتوا شايفين ان الفول تقيل معايا، فانا حطيت له نص كوبايه ميه، لاني هحتاج كمان بعد كده احط ميه، فبحطها من البدايه. هتحسوا ان هو خفيف شويه كده، بس لا هو هيتقل في الاخر زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. عندي فلفلايه كده خدت نصها، ما خدتهاش كلها، يعني هقطعها مكعبات صغيره على قد ما تقدروا. يعني لو انت عايزه تزودي الكميه حطي فلفلايه كامله. الوصفه دي ينفع معاها، دي وصفه الجبنه، ينفع معاها فلفل رومي، ينفع فلفل سبايسي، يعني الموجود عندك. وهاخد برضو نص طماطمايه، طماطم كده عايزاها تكون صحيحة بحيث ان هي ما تتعصرش معايا وانا بقطعها. هقطعها بقى مكعبات مع الفلفل. وتعالوا بقى يلا بينا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. دلوقتي انا بوريكم ان الفول اهو سخن معايا وبقى يغلي، طفيت عليه النار. هاجي بقى لطاسة الجبنة اللي هعملها معاكم. هحط معلقة كبيرة من الزيت عليها. الفلفل اللي انا بقولكوا عليه ده هشوحه بحيث ان هو يدبل، يعني اللي هي القشرة بتاعته اللي من فوق دي تبقى شفافة، يعني تقب كده من على الفلفلاية وتكون شفافة، بس ما ياخدش لون نهائي، يعني انا مش عايزاه ياخد لون خالص. هشوحه كده بس يا دوبك دقيقة، وبعد كده هنزل عليه بمعلقة من معجون صلصة الطماطم. طيب لو ما عندكيش في البيت معجون صلصة الطماطم حطي، يبقى طماطم مسبكة عندك، حطي معلقة كبيرة منها. هسخنها بس كده حوالي نص دقيقة، وبعد كده انزل عليها بالطماطم اللي مقطعاها مكعبات، وهدي النار خالص واسيبهم مع بعض كده حوالي دقيقتين. انا بصور لكم الخطوات بالترتيب بحيث لما يعني تشوفي الفيديو وتقومي تنفذيه تعمليه بنفس الخطوات عشان تخلصي بسرعة وفي اسرع وقت. بصوا الفور خفيف خالص كده معايا ازاي. انا عايزاه يبقى بالقوام ده عشان في الاخر ما يبقاش يعني تقيل قوي كده او ما يبقاش سلس معايا، انا عايزاه يكون كريمي. بعد ما سبت الطماطم والفلفل كده دقيقتين على النار هادية، وهي برضو على نار هادية، احط عليها 3 معالق كبار جبنة فيتا او جبنة دومتي او جبنة عبورلاند. عارفة لو عندك برضو جبنة قريش هتبقى حلوة برضو معاك، اي نوع جبنة عندك حطيه. لكن لو الجبنة بتاعتك الملوحة بتاعتها عالية شوية بلاش، يعني مش هتبقى حلوة في الوصفة دي. احنا هنا بنستخدم الجبنة اللي هي بتبقى ملح خفيف. حطيت 4 معالق كبار جبنة فيتا على نار هادية، طاسة على نار هادية، وغطيتها. اسيبها حوالي كده 3-4 دقايق. عشان تعملي فول حلو لازم، لو هتعملي فول بالزيت والطحينة يفضل ان انتي تحطيهم على البارد، يعني ما تحطيهمش وتغليهم على النار معاه، لا دول يتحطوا في الاخر خالص. يعني الفول بتاعك يكون سخن، بعد كده تحطي بقى الاضافات بتاعته. انا حطيت 3 معالق طحينة، حطيت معلقتين او 3 كبار زيت على حسب بقى الزيت اللي عندك يعني وحطيت معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة كزبرة. لو عايزاه سبايسي شوية حطي كده على طرف معلقة صغيرة شطة. وهفرمه كده بالهاند بلندر، ريحته هتبقى حلوة جدا وطعمه هيفرق جدا معاكي. احسن ما تعمليه كده وبعد كده ترفعيه على النار يغلوا مع بعض، الطحينة لما تتحط على النار ما بتبقاش حلوة. بس كده انا كده خلصت الفول بتاعي، سهل جدا مفهوش اي حاجه. لو ما عندكش هاند بلندر حطيه في الكبه، حطيه في الخلاط او هرسيه كده بالشوكه، وكده الفول بقى جاهز. الجبنه بعد ما قعدت 3 دقايق على النار كده رفعتها، ولازم نغطيها عشان من فوق كده تسيح، ما تبقاش من تحت كده سايحه ومن فوق لا لسه جامده زي ما هي. هرفعها من على النار وبس كده، هي كده خلصت. هي جبنه بالطماطم المطبوخه، يعني احنا دايما بنقطع الطماطم ونحطها على الجبنه وشويه زيت وخلاص، لا دي بيبقى طعمها مختلف تماما، حاجه جديده كده هتعجبكم جدا. انا عايزاكم تجربوها. وهنجهز مع بعض كده بيض بالبسطرمه. حطيت البسطرمه وعليهم معلقه سمنه كده وهشوحهم على النار. وعندي بيضتين حطيت عليها ملح خفيف وفلفل اسود. الملح الخفيف عشان البسطرمه بتكون فيها نسبه ملوحه كده، فانا مش عايزاه يكون مالح قوي معايا، يعني بحط رشه ملح خفيفه كده على البيض وخلاص، واقلبه. واول ما البسطرمه لونها يتغير كده معايا هنزل عليها بالبيض واديله بقى تقليبتين، وكده برضو البيض بالبسطرمه خلص معايا وسهل جدا مفيهوش اي حاجه يعني. وبحب ازود الفلفل الاسود في البيض بالبسطرمه، بحس ان هو بيديله طعم كده حلو قوي، وفي سنه سبايسي كده خفيفه. هبتدي ان انا اقلبه بقى زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو. خلاص كده، او مش محتاج اي افتكاسات يعني ولا اي حاجه.
طبعا البيض ليه كذا طريقة وكذا صنف بيتعمل بيها، هبقى اعملها معاكم ان شاء الله الايام اللي جاية. لكن طبق البيض بالبسطرمة بس بيكون مش محتاج اي حاجة يعني تانية ولا اي افتكاسة ولا اي حاجة. طبعا طبق بيكون حلو جدا يعني كلنا بنحبه اكيد. بس كده هرفعه من على النار وابتدي ان انا اغرف بقى الاطباق بتاعتي. هجيب الاطباق كده جنبي بحيث ان انا اغرف كله على بعضه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله تشوفيه قبل اي حد. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير لاصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بصوا قوام الفول بتاعي كريمي وفي نفس الوقت مش مميمي كده ومش تقيل قوي، يعني قوامه مظبوط جدا. انا حطيت الطحينه عليه، حطيتها خام، فالطحينه الخام لما بتنزل على ماده سايله بتبقى بتمسك نفسها كده وبتتقل، لان هي اساسها دقيق. فانا زودت كميه الميه من البدايه بحيث ان انا ما اخففش الطحينه بميه، لا احط كله على بعضه كده وبحيث ان انا اخلص على طول يعني وما يبقاش في خطوات كتير. غسلت بقى شوية جرجير كده، شلت العيدان اللي من تحت كده وغسلته فكيته كويس وبقيت اغسله كويس كده تحت المية الجارية، وحطيت عليه شوية خل عشان اكون ضامنة النظافة بتاعته. لازم احط كده خل في الورقيات عموما، والجرجير كمان بيكون حلو جدا مع الفول. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. السلام عليكم.